أصعب حاجة أنك تكون خريج جامعة وما عندكش فرصة عمل أو لا فرصة شغل. أولا السلام عليكم. اليوم جيت ندوز معكم معاناتي كخريجة كتقلب على خدمة. من بعد ما حصلت على الإجازة ديالي بقيت كنقلب وكندوز في الكونكور لحد الساعة مازال ما كتب الله. الحمد لله مازال كندوز وكنتقاتل باش انني نلقى شي وظيفه او لا شي خدمه نتعاون بها مع الوقت. الحمد لله على كل حال. اليوم حبيت نشارك معكم معاناتي في تقلب على خدمه. عارفه هاد الطريقه اللي درت قديمه، ولكن الحمد لله نقلبوا في لي سيت ونقلبوا تندفعوا في لي سي في. من بعد ما كنت في لارابيك تعيت باللول دوزت لي كابيني اللي كاينين في إيدزكال. من المعامله كتلاقاي بانك ماشي باغا تدفعي ولكن كطلبه، خاصه في شي كاتبات الله يهديهم الباب ما كيحلوش، كياخذوا عندك السي في قدر كاع كيقطعوه قبل ما يدخلوا الكولوار. الحمد لله كل واحد فين داير ليه الله سبحانه وتعالى رزقه، والله يسهل علينا بمحسن. من بعد ما ساليت من إذا دزت الأكادير. هنا قلت بلاتي نمشي ندفع المان باور. مان باور كاين حدا لارابيك تاع اكادير، مي قالوا لي لا ما كنقبلوش صحاب الحقوق. ولكن كننصح الناس اللي عندهم الاجازه او لا دبلوم او لا اي حاجه، لان على ما اظن صحاب التكوين المهني هما اكثر حظا يقدروا يمشيو يدفعوا. الله يسهل على اي واحد. دفعوا سيفياتكم والله ييسر لكم ولينا جميعا. انا كنت واقيلا كنشكي كنقول لكم عييت، ولكن هذه هي الحياه. نتقاتلوا على وديت لقمه العيش باش نكسيو حتى روسنا ونعاونوا ريوسنا، والله يصوب الامور يا رب. صراحه اصعب حاجه وهي ملي كتدفع لي سي في ديالك كتكون في واحد الوضع اللي سبحان الله حرج. كيف ما كتلاحظوا هذه لانابيك تاع اكادير راه حداها كاينه مال باور، غطلعوا واقيلا الطابق الرابع تما فين كاينه. دفعوا الدراري اللي عندهم دبلومات في المعاهد، والله ييسر لكم يا رب. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يرزقنا ويرزقكم من فضله ومن حيث لا نحتسب. الله يصوب الامور وبسلام عليكم، ونتمنى تقبلوا عليا في انتظار بلوغات اخرين، والله ييسر لنا يا رب وليكم. سلام.